سؤال: سفينة حياتك اللي انت تقودها مريت بعواصف؟ مريت بعواصف وأمواج عالية؟ انت تقودها صح؟ خلينا نعرف ونتأمل من رسالة الرب لنا في هذا اللقاء الأسبوعي. أشوفكم بعد الفاصل. أخوي وأختي، أهلا وسهلا بكم بلقائنا اللي يتجدد كل أسبوع. واليوم عندنا دقائق روحية من كتاب المقدس للقلب. دفة الحياة اللي تسيرها سفينة الحياة انت قائدها، ومرات كثيرة تمر عليك عواصف قوية، ومرات كثيرة تكون الأمواج عاتية. مع كل خبرتك، مع كل قدرتك على أنك أنت تقود السفينة، إلا أنها تبدي في الغرق. ورسالتنا اليوم من الكتاب المقدس من نص كتابي تأملنا به بالسابق، واليوم أيضا نقدر نتأمل بوجه آخر منه لما نقرأ على مسامعكم من إنجيل مرقس والإصحاح 4، ونقرأ من: وقال لهم في ذلك اليوم لما كان المساء لنجتاز إلى العبر، فصرفوا الجمع وأخذوا كما كان في السفينة، وكانت معهم أيضا سفن أخرى صغيرة. فحدث ريح عظيم، فكانت الأمواج تضرب إلى السفينة حتى صارت تمتلئ، وكان هو في المؤخرة على الوسادة نائما، اللي هو يسوع المسيح. فيقظوه وقال له: يا معلم، أما يهمك أننا نهلك؟ فقام وانتهر الريح وقال للبحر: اسكت أبكم، فسكت الريح وصار هدوءا عظيما. وقال لهم: ما بالكم خائفين هكذا؟ كيف لا إيمان لكم؟ فخافوا خوفا عظيما، وقال بعضهم لبعض: من هو هذا؟ فإن الريح أيضا والبحر يطيعان. قام وانتهر البحر، قام بكلمة منه وقف كل الأمواج وكل الريح العاتية. التلاميذ كانوا في السفينة معتمدين على خبرتهم، وكانوا هم يقودون السفينة بخبرتهم الطويلة، وولادتهم هم صيادين، وقدرتهم على أنه يجتازوا محن مثلها، لكن هالمرة ما قدروا. والطريف في الموضوع أنه كان تركوا يسوع المسيح في مؤخرة السفينة، وإحنا نعرف أنه اللي يقود السفينة يكون في المقدمة. يعني الله لما أعطى لنوح مواصفات السفينة، الطول في العرض في الارتفاع والعدد الطبقات، وأنه كل شيء يطلي بالقار بتفاصيل دقيقة جدا، وترك هو في سقف السفينة حتى يصير فيها التنفيذ. وكانت العملية بدقة تمت من خلال عمل سنين طويلة نوح في هذه السفينة. والحلو في السفينة أنه قياساتها كانت مضبوطة، بحيث أنه اليوم كل السفن اللي يصنعوها الضخمة يصنعوها بنفس القياسات 6:1. المهم نشوف أنه في هذه السفينة، سفينة نوح، أنه الله رتب كل شيء، لكن ما وضع دفة ولا وضع شيء فيها حتى نوح يقود السفينة، لأنه نوح ترك القيادة لله اللي راح يقودها وسط العواصف والفيضانات العاتية، واللي كانت أقوى من اللي تلاميذ واجهوه في حياتهم. والسفينة رست في المكان اللي يريده الله، في الوقت المناسب اللي يريده الله لحياة نوح وأولاده والحيوانات اللي كانت معه. رسالتنا اليوم: أنت تقود حياتك، وسفينتك دا تغرق، ودا تغرق الناس اللي وياك في السفينة. إجا الوقت اللي إنك أنت تسلم الدفة والقيادة لرب يسوع المسيح. تعال قل له: يا رب، تعبت من أن أقود حياتي، ومدى أجيب نتيجة ترضي الجميع، ولا دا أقدر أرتاح، ولا دا تهدأ العواصف في حياتي. ريحني، أعطيني يا رب السلام والهدوء في حياتي، لا تخليني أعتمد على خبراتي. قود سفينة حياتي أنت، أسلمك نفسي وحياتي وعائلتي بالكامل. بإيدك أحط كل أمور حياتي اليومية، وأقول لك: يا رب، قود حياتي مثل ما أنت تشوف الأفضل لحياتي. آمين. رسالة كانت واضحة، ولقاءنا يتجدد بنعمة الرب. أترككم برعاية الرب ونعمته. أشوفكم في اللقاء الجاي.